السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة بقى باذن الله هنعمل تحلية سريعة كده، باردة طعمها حلو، هي ايه؟ الكاسترد. طب هنعمل الكاسترد بطريقة سهلة جدا بسيطة، وكمان هتكون اقتصادية، مش هتكون غالية قوي، وهنعملها بطريقة بسيطة بصراحة. تعالوا بقى نشوف هنعمل الطريقة ازاي. بس قبل اي حاجة يلا اعملوا لايك للفيديو بتاع النهاردة، واعملوا اشتراك للقناة لو انتوا لسه مشتركتوش معايا في القناة، وكومنت بقى حلو من عندكم. بس اهم حاجة فعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار باي حاجة بنزلها جديد. الكاستر يا جماعة روعة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف. يلا بينا نقول هنعمل ايه. اول حاجة انا معايا 2 كيلو من اللبن. تمام، أول حاجة رفعته على البوتاجاز، مش هازوّده حاجة. بس بُصّوا هاقول لكم على حاجة، أنا عشان يجيب معايا كمية كبيرة هازوّده بس كوبايتين مَيّة، تمام. تقدري تستغني عن إن أنتِ تضيفي عليه مَيّة لو أنتِ مش حابة. وضفت له تقريبًا 20 معلقة من السكر، تمام. يعني لكل كيلو 10 معالق كبار هرميين، تمام. طبعًا والتحلية اللي أنتِ حابة تعمليها، واعملي وذوقي، تمام. آآ بس إحنا كده مولعين عليه البوتاجاز. هاقول لكم كمان على حاجة، أنتم لو حابين اللبن معاكم يبقى دسم جدًا، تقدروا تضيفوا كذا إضافة. تقدروا تضيفوا آمم كريم شانتيه، تقدروا تضيفوا قشطة، تقدروا تضيفوا الكريمة اللباني، تمام. بعد ما رفع معانا وغلى كده وبقى بالطريقة دي، تعالوا بقى نشوف. هاقول لكم شايفين اللبن دسم إزاي وعليه وش جميل إزاي. كده ما بيتعرفش اللبن إلا لمّا بيغلي، شايفين؟ ما شاء الله هو كان حلو جدًا. فما حبيتش أضيف له أي إضافات، عشان أي إضافات زي كريمة هتبقى غالية، أو كريم شانتيه أو الكريمة اللباني آآ هتبقى غالية. الكاسترد بقى معايا اللي هو كوكيز، تمام. باحب أضيفه، بس بصراحة كل الكاستر اللي موجود اليومين دُمّة ما بيبقاش مسكّر، مش ما هيبقاش لونه أصفر زي زمان. كنا زمان بنعمل الكاسترد بيكون لونه أصفر أوي، فإحنا هنضيف برضه إضافة تانية هنشوفوها مع بعض دلوقتي. أول حاجة ابتديت بقى أضيف معالق كاسترد كده في كوباية من المَيّة، أو ممكن تخلّيها في كوباية من اللبن. لو أنتِ بقيتِ شوية لبن قبل ما تعملي الكاسترد، أو قبل ما تغلي اللبن وتبتدي بقى إيه، تضيفيه على البوتاجاز يعني، تمام. يعني لازم يكون بارد، ما ينفعش يا إما تحطي كل المكونات على بعضيها وترفعيهم بقى على البوتاجاز. يعني تقلبي الكاسترد مع اللبن وتضيفيه على البوتاجاز. بس الطريقة دي السهلة والبسيطة اللي بجد مش هتخلي الكاسترد معاكي يكلكع ولا يعمل كده تكتلات، تمام. هابتدي بقى أنزل بالكاسترد معايا زي ما أنتم شايفين أهو. زي ما قُلت لكم تقدري تضيفي اللي أنتِ حاباه، لو أنتِ عايزاه دسم وغني كده من طعمه هتضيفي كريم شانتيه، هتضيفي قشطة، تضيفي كريمة اللباني، تمام. طبعًا ابتدى كده إيه، لسه مش لسه محتاج طبعًا كاسترد، عشان الكاستر ده هو اللي بيربط معانا، وبعدين يبتدي بقى يخلّي القوام معانا يتقل. زي ما أنتم شايفين هو لسه أهو. هابتدي برضه أضيف تاني كاسترد في المَيّة، وأقلّب النشا بتاع الكاسترد في المَيّة، وابتدي إيه، أنزّل تاني. كل ما هتحتاجي تلاقي القوام خفيف تبتدي تزوّدي تاني. طبعًا إيد بتقلّب كده، وإيد بتنزّل سرسوب بسيط كده عشان إيه، ما يكتّلش منِّك وما يبقاش إيه، تقيل ولا يعمل تكتُّلات كده أنتِ مش هتبقى حابّاها وتبقي في غنى عنها. وما تسيبيهوش يا جماعة، وتجيبي من تحت لفوق وأنتِ بتقلّبي، زي ما أنتِ شايفة بالطريقة دي، تمام. هاقول لكم بقى هنضيف نقطتين أو 3 من اللون الجل، وهنشوف هيبقى محتاج تاني والّا لأ. هو بصراحة كان هيبقى محتاج تاني، عشان أنا بابقى حابة لونه بيبقى أصفر، وال واللون الجل ده غذائي يا جماعة، مش ما فيهوش أي ضرر ولا أي حاجة، ومش هيعمل لون طعمه مختلف.
يعني بنفس طعم الحاجة اللي انتي بتعمليها، مش هيبقى مخليه فيه كرفة او فيه طعم، لا والله جميل جدا. بس انا بحبه بقى باللون ده زي ما انتوا شايفين. وبعد بقى ايه ما كان الكاسترد معايا خد القوام اللي انا محتاجاه، زي ما انتوا شايفين هتشوفوا معايا كده القوام بتاعه. بس هنضيف له فانيليا تاج الملوك او اي نكهة فانيليا انت بتحبيها. هضيف بقى الفانيليا وهوريكم القوام بتاع الكاسترد بالطريقة دي جميل جدا، وهو ده اللي انا بحبه. وغلى معايا كذا مرة كده، وعلى نار هادية ما بعليش النار عشان يبتدي الكاسترد ما ياخدش لسعة كده من تحت. ابتديت غرفت بقى الاطباق بتاعتي اللي انا حطيتها وجهزتها معايا. ولازم الاطباق اللي انت بتغرفي فيها ما تكونش فيها مية، تكون مغسولة وناشفة جدا يعني متعقمة زي ما انت شايفة. اغرفي بقى زي ما انت عايزة. عملت معاكم السنة اللي فاتت نص كاسترد ونص جيلي، لو انت حابة برضو تعملي كوبايات كده نصها كاسترد ونصها جيلي هيبقى برضو طعمه حلو. بس لازم الكاسترد يكون قوامه اتقل شوية من القوام اللي انا بغرف فيه دلوقتي، يعني هتقلي شوية من الكاسترد. شايفين بقى الحلة معايا ظبطت معايا وما لسعتش مني وما لزقتش ولا فيها اي حاجة. حبيت بس اوريها لكم عشان اقول لكم ان انتوا لازم تعملوا النار الاول بعد ما تغلي غلوتين توطوا عليها. ضفت اضافات بسيطة زي الجوز الهند، وبعديها هنضيف الزبيب. طبعا بتدي شكل حلو للاطباق. لو انت مش حابة او لو ولادك مش بيحبوا المكسرات فوق الكاسترد بلاش، ممكن تستغني عنها. بس بصراحة بتدي شكل جميل جدا. عايزة اقول لكم ان الكاسترد لازم يتحط في التلاجة عشان يبتدي يسقع ويبتدي القوام بتاعه يتقل. طبعا هي تكون تحلية ساقعة او باردة، تقدري تاكليها في صيام رمضان بعد ما تفطري كده، وبعد ما صلاة التراويح تصليها وكده. حاجة بقى منعشة وحلوة لحر الصيف كمان. داخلين بقى كلنا على الصيف بقى وعلى الحر، ومحتاجين حاجات ايه تخرج من التلاجة كده ناكلها كده ساقعة او باردة ترطب على قلبنا في الحر. شايفين الاطباق شكلها جميل ازاي؟ ما شاء الله تحفة جدا. قلتلك على الطريقة دي سهلة وبسيطة واقتصادية. حبيتي انتي تزودي من عندك هتضيفي زي ما قلتلك، تقدري تضيفي قشطة، تقدري تضيفي كريمة لباني، طبعا بتدي طعم حلو قوي بس هي بصراحة غالية. تقدري تضيفي كريم شانتيه. الاضافات اللي انت حابه تضيفيها. بس انا كده جبتلك من الاخر، دي اقتصاديه وسهله وسريعه وبرضو طعمها حلو قوي والله العظيم جميله. التحليه اللي انت عايزاه السكر على حسب المذاق بتاعك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه يا حبيبي.